ليه في ناس بتقول ان ايسك غيرت حياتهم، ناس تانية بتقول ان هي اسوأ تجربة مروا بيها؟ هل فعلا ايسك منظومة بتطور الشباب وبتخليهم احسن، ولا بتستغلهم باسم التطوع؟ في الفيديو ده هعرفكم ايه هي ايسك وتجربتي معاها واراء ناس حقيقيين كانوا موجودين جوه المنظمة دي. انا زين وده فيديو جديد ودي تجربتي مع ايسك حلوان. ايه هي ايسك اصلا؟ ايسك هي منظمة عالمية للشباب موجودة في اكتر من 120 دولة، بيشتغل فيها طلبة بس، او بيقولوا يعني ان هم طلبة رغم ان هم بيبقوا في ناس متخرجة عادي. هدفهم ايه؟ ان هم يطوروا المهارات بتاعة القيادة للشباب ويطلعوا شباب بيعرفوا يديروا، يكونوا ليدرز كويسين. يعني اتأسست سنة 1948 بعد الحرب العالمية الثانية بفكرة ان احنا نخلي الشباب يقودوا العالم ونمنع الحروب من خلال التفاهم بين الثقافات. في مصر ايسك ليها فروع في جامعات كتير قوي زي جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس وغيرها. بيشتغلوا بنفس السيستم، نفس الويب سايت ونفس الهدف. يعني مش كل جامعة ليها طريقتها، لا، كله بيشتغل تحت ايسك مصر او ايسك ايجيبت. في ناس من بره مصر بيقدموا عشان يجوا يتطوعوا او يشتغلوا هنا، وفي ناس برضو من مصر بيقدموا بره عشان يشتغلوا او يتطوعوا هنا. مهمة الايسكرز ايه؟ ان هم يجيبوا لهم شغل ومكان يباتوا فيه في مصر. الايسكرز اللي بره مصر نفس الشيء، ده اسمه اكسشينج بروجرام او تبادل الثقافات، وده القلب الحقيقي لايسك. بيعملوا تبادل تطوعي وتدريبي بين بلاد وثقافات مختلفة عشان يحتكوا بثقافات جديدة ويطوروا مهاراتهم، او هم بيقولوا ان هم بيعملوا ده. بس السؤال هنا، هل ايسك بتحقق اللي بتقوله ده فعلا، ولا في فرق كبير بين الصورة واللي بيحصل في الحقيقة؟ خلينا نخش في جزء تاني. هو انا ليه دخلت ايسك اصلا؟ انا دخلت ايسك من حوالي سنه كده، كنت متحمس بصراحه ان انا اعرف ناس جديده وبتاع، افهم ثقافات بقى مختلفه. بعد كده عرفت عنهم حاجات كتير جدا. كان شرط ولازم عشان تخش ايسك ان انت تدفع فلوس عشان تحضر كونفرنس، لو ما دفعتش مش هتحضر ومش هتعرف تخش ايسك اصلا، لان شرط بالنسبه لهم ان انت عشان تخش لازم تحضر الكونفرنس، وعشان تحضر الكونفرنس لازم تدفع. دفعت ورحت كونفرنس كان لمده 3 ايام. في حاجات فعلا عجبتني اول ما دخلت، منهم الرول كولز. ايه هي الرول كولز دي؟ مثلا ايسك الهند بيكون ليهم رول كول او رقصه معينه، ايسك تونس بيكون ليهم رول كول او رقصه معينه اللي هي بوريتو. وبرضه ايسك مصر ليها رقصه معينه. حاجه تانية برضه عجبتني لما دخلت كانت هي الشوجر كيوبس. كانت شوجر كيوب بتتعلق في الحيطه، بيكون ظرف مكتوب عليه اسمك، كل واحد بيكتب كلام حلو لحد تاني، وفي اخر الكونفرنس بعد ال3 ايام بتروح للظرف بتاعك تشيله وتقرا الرسائل والنوتس اللي مكتوبه ليك في اخر الكونفرنس. بتفتح الورق تلاقي كلمات من ناس انت اتعرفت عليهم خلال يومين، ودي حاجه كانت جميله قوي بصراحه. حسيت اني لقيت المكان اللي انا هطرقع فيه هتعلم فيه حاجات كويسه، هسافر، هتعرف على ثقافات جديده، اشتغل على نفسي وابني نتورك قويه، لان النتورك ما كانتش افضل حاجه عندي يعني الفترة دي. طب انا وصلت لفين في ايسك وبقيت ايه؟ بدات كممبر عادي، كان دوري اني اكلم المدارس عشان اشوف الناس اللي جايه من بره مصر شغل في المدارس. ما حبيتش الموضوع قوي بصراحه. بعد كده اشتغلت على ايفنتات وساعدت في الاورجنايزيشن بتاعتها، بدات افهم شويه السيستم ماشي ازاي. قدمت على فايس بريزيدنت، والفايس بريزيدنت دوت بيكون مسؤول عن تيم ليدرز، هو حاجه اعلى من تيم ليدرز بس بيكون مسؤول على تيم ليدر، 3 تيم ليدرز تحتيه. واترفضت، وهحكي لكم القصه دي قدام شويه. بعد كده قدمت على تيم ليدر واتقبلت، وبرضه هحكي لكم القصه دي قدام شويه. بعد ما اتقبلت مسكت فعلا تيم، كانت مهمتي اني اعمل ماركتنج للكونفرنس اللي انا حكيت لكم عليه من شويه. بعدها مسكت حاجات تانية كتير لحد ما وصلت اني بقيت ادمن على صفحه ايسك ايجيبت، وكنت المسؤول عن الماركتنج في ايفنت Y2B. ده ايفنت محلي بيتعمل كل سنه للناس اللي بره ايسك بس بتنظيم من ايسك عادي. حسيت اني بدات اعمل فرق اهو، لكن على الناحيه التانية كنت بلاحظ حاجات بتحصل في الكواليس ما كانتش مريحه بصراحه. طيب هو انا استفدت ايه من ايسك اصلا؟ رغم كل اللي هقوله كمان شويه، في حاجات محدش يقدر ينكرها. ايسك علمتني حاجات كتير، اشتغلت على ايفنتات حقيقيه، نفذت افكار مجرد ما هي كانت خطه في الورقه اللي انا بكتبها وبشخبط فيها لحد ما بقيت حاجه حقيقيه. بقيت اعرف اشتغل وسط تيم، اوزع تاسكات، احل شويه مشاكل، واتعاملت مع شخصيات مختلفه وجنسيات مختلفه وثقافات حتى مختلفه، وعرفت ان ازاي الليدرشيب مش بس تايتل، ده تصرف تحت ضغط. بقيت سبيكر في ايفنت Y2B او يوز تو بزنس، وقفت على المسرح وشاركت تجربتي كصانع محتوى قدام ناس كتير. حاجات زودت ثقتي في نفسي بصراحه، خلتني اعرف اقف واتكلم من غير رهبه. بس الحقيقه برضو انا اللي تعبت عشان اوصل لده، انا اللي اشتغلت وقعت وقمت واتعلمت. محدش خد بايدي مثلا وقال لي امشي على الطريق ده، لا.
نيجي لجزء شائك شويه، هل فعلا ايسك منظمه غير هادفه للربح زي ما هما بيقولوا؟ ايسك بتقول ان هي منظمه غير هادفه للربح، لكن للتعلم وبناء الليدرشيب وسكيلز وحاجات كده جامده جدا. بس كل خطوه فيها انت بتدفع فلوس عادي. عايز تخش ايسك زي ما قلت لكم لازم تدفع فلوس الكونفرنس، عايز تسافر مع ايسك لازم تدفع فلوس العقد، حتى لما بتنزل تشتغل ليهم تدفع فلوس حق المكان اللي انت قاعد فيه. ده غير البارتنرشيبس اللي بتكون مع الشركات او الستارت ابس عشان يعرضوا البرودكتس بتاعتهم للايسكرز. بس بما اني وصلت وعرفت اللي فيها شويه، فلا، في بروفيت وفي ربح في كل حاجه هم بيعملوها بقى. يعني انت مش بتدفع مقابل الخدمه اللي بتتقدم لك بس، لا، بياخدوا عليها بروفيت عادي. بس السؤال اللي انا سالته لنفسي هنا، هل ده فعلا تنظيم تعليمي ولا نموذج بزنس مغلف بكلمه تجربه شبابيه؟ انا ما اقدرش انفي او اكد ده، انا بحكي من وجهه نظري الشخصيه واللي انا شفته بعيني، سواء في ايسك ايجيبت او في ايسك حلوان. هتلاقوا مصادر اكتر في الديسكربشن، ابقوا بصوا عليها. نيجي للجزء السادس، والجزء ده كبير شويتين ثلاثه. انا ليه سبت ايسك اصلا؟ في البدايه كنت فاكر ان اي مشكله بتحصل لازم نصبر وهنتحط تحت ضغط وهتعدي. بس في ايسك الضغط كان مختلف خالص، كان له طعم تاني. يعني ضغط مش بسبب الشغل، ضغط بسبب الاسلوب في التعامل. فجاه التعامل بقى فيه تعالي وتكبر وتقليل بعد ما الليدر اتغيرت، لانها بتتغير كل سنه او بيتغير كل سنه. ايسك اتغيرت بصراحه وبقى في حاجه غريبه، ودي يمكن حاجات كانت موجوده في الاول بس انا ما لاحظتهاش. مواقف كتير قوي حصلت، فهحكي لكم كم موقف منهم كده. كنت رايح اعمل انترفيو في ايسك ايجيبت عشان كنت عايز اقدم على في بي. الفي بي زي ما قلت لكم بيبقى فوق التيم ليد. فدخلت كان معايا نوت بوك، سالتهم الاول قبل ما اخش ممكن اخش النوت بوك. النوت بوك دي انا كنت مسجل عليها ارقام يعني وحاجات هتنفعني في الانترفيو او بيقولوا عليها سيلكشن يعني. دخلت قالوا لي لا، ممنوع النوت بوك. قلت لهم تمام. وقتها كنت باكل لبانه اوكي عشان اقلل التوتر شويه، وهو احنا كلنا شباب عادي. كان اللي بيعمل لي انترفيو 6 تمام، واحد اللي قاعد في النص بالظبط قال لي ابلع اللبانه اللي في بقك دي. قلت له ابلع اللبانه؟ قال لي ابلع اللبانه اللي في بقك. فقلت له لا مش هبلع اللبانه، وضحكت وكده. قال لي لا ابلعها بالطريقه دي. فانا استغربت كده، قلت له لا مش هبلع اللبانه، ممكن تجيب لي باسكت ارميها فيها. قال لي لا بقول لك ابلعها. قلت له وانا مش هبلعها والله مش فاهم في ايه. قال لي خلاص الباسكت اهو. المهم يعني بعدها اترفضت في السلكشن ده لاسباب غير مفهومه لحد دلوقتي بصراحه، لان ما حدش سالني انت هتدير تيم ازاي او هتعمل ايه لما تتحط تحت ضغط. كانوا بيسالوني احكي لي عن حياتك وانت صغير قول لي كنت بتحب هوايات ايه. بعد كده لقيت الميل اتبعت لي بالليل، وان سبب الرفض ان انا ما اعرفش حاجات تكنيكالز كتير وهم ما سالونيش عنها حاجه اصلا. فالموضوع مش ماشي بالاجتهاد زي ما انت متخيل. مش معنى ان انت كويس كتيم ليدر ان هم هيختاروك. سالتهم بقى هو الميل مبعوث كده ليه واحنا ما اتكلمناش عن كده اصلا. قالوا لي لا انت اتسالت عن التكنيك. قلت لهم طب ممكن نقعد مع بعض نتكلم شويه عشان عايز افهم. كانوا بيتهربوا دايما ان هم يقعدوا معايا ويتهربوا من الاجابه، فخلاص عادي بقى. تاني موقف كان عندي انترفيو بس في ايسك حلوان عشان اكون تيم ليدر بقى مش في بي. بعت للي هيعملوا لي انترفيو قلت لهم ان انا هتاخر قبلها بيوم، بعت لهم على الميل وعلى الواتساب. تاني يوم رحت ووصلت فعلا في الميعاد اللي انا قايل ان انا هوصل. قابلتهم قالوا لي لا احنا خلصنا تعالى بكره. فكلمت التيم ليدر قلت لها طب ما انا بعت لكم ميل وواتساب ما قلتوليش ليه ان انا هاجي بكره مثلا او انتوا هتمشوا كده. فاللي كان بيكلمني قالت لي انا عندي اوبر انا متاخره دلوقتي، ومشيت وسابتني. بعت لها على الواتساب، فتحت الواتساب قلت لها اللي حصل دوت يعني ما كانش لطيف ومش احسن طريقه في التعامل. قالت لي بالنص انت يا زين مش هتعلمني اعمل ايه وما اعملش ايه، انت مش هتعلمني شغلي. وكترت المواقف اللي شبه دي سواء معايا او مع زمايلي. اخر موقف حصل من مواقف كتيره جدا، واللي وقتها قررت امشي فعلا خلاص من المكان ده. بنت معايا في التيم اوكي كانت شغاله بضمير وبتعمل شغلها عادي ومفيش مشكله. الليدر قررت تمشيها فجاه كده، مش عشان ما اشتغلتش، لا كانت شايفاها مش مناسبه وكانت شايفاها بتدي نيجاتيف انرجي للممبرز اللي قاعدين حواليها، ودي حاجه ما حصلتش بالعكس تماما. عملت ايه؟ الليدر ادت التاسك لزميلتي ديت وقالت لها تعملهم وتخلصهم، لو ما خلصتهمش هتمشيها. والتاسكس كانت تعجيزيه، اللي هو ايه، سافر الهند كانت تعجيزيه اوكي، مش لازم نجيب اكزامبلز. عرفت الموضوع، اتكلمت مع الليدر قلت لها اللي انت بتعمليه ده غلط بصراحه. قالت لي ببدايه الكلام معاها بكل برود انا غلطانه اني عملتك كبني ادم واتكلمت معاك اساسا. امال انا ايه يا جدعان، هو انا تنين مثلا يعني ولا ايه؟ كان ممكن ارد 100 رد مش كويس، بس رديت بطريقه كويسه، نصحتها وقلت لها يعني مش كويس اللي انت هتعمليه يعني
واستنيت يمكن حاجه تتغير، مفيش حاجه اتغيرت، وصممت على قرارها. حسيت وقتها اني خلاص، حسيت ان المكان اللي انا دخلته عشان اكبر بيحاول يكسرني ويكسر زمايلي اللي انا شايفهم بيسعوا ويحاولوا يعملوا حاجه كبيره. في الاخر يتقال لهم لا انتوا مش كويسين، اصل انتوا بتدوا فايبس وحشه للممبرز. وصلت لمرحله ان انا كنت بدي وقتي ومجهودي وطاقتي بدون مقابل، والمقابل هنا مش بتكلم على مقابل مادي، بتكلم على كلمه كويسه على الاقل يعني. والمفروض ان هو كان تجربه تطوعيه بشغل ببلاش يعتبر، لا والمعامله وحشه برضه. وقتها سالت نفسي انا هنا عشان اتعلم ولا عشان اشتغل بدون مقابل؟ خدت القرار ومشيت، مش عشان ضعفت، بالعكس مشيت عشان احافظ على نفسي، ومشيت بهدوء. كتبت مسج في الجروب شكرت فيها زمايلي اللي اشتغلوا معايا، وبرضه بعت مسج تانية على الجروب قلت ان انا ماشي بسبب ان الليدرشيب ما بقتش افضل حاجه، وان بقى في توكسيك شويه في البيئه اللي احنا عايشين فيها دي. فالمهم خرجت من الجروب ومشيت. بعد كده سمعت ان هم مسحوا المسج بتاعت الليدرشيب مش كويس، فقلت اوكي مش مشكله. بعد كده الليدر مسحت كل الكلام بتاعي بقى اللي انا سايبه لزمايلي، يعني كاني ما كنتش موجود خلاص. ده شيء من انواع التكبر والغرور بالمناسبه، يعني لو بتشوف الفيديو. وقتها فعلا قررت ارد واخدت حقي، والموضوع خلاص خلص بالنسبه لي. بس انا مش هنا عشان انا اخد حقي، انا مش عامل الفيديو دوت عشان افضح اي حد، بالعكس خالص. انا هنا بشرح لكم تجربتي، ايه هي ايسك والتجربه الحقيقيه بالنسبه لي. نيجي للجزء السابع اللي قبل الاخير، الفيدباك. من كام يوم نزلت على انستجرام طلبت من الناس اللي دخلت ايسك ان هي تشاركني رايهم وتجربتهم، سواء كانوا جوه ايسك او مشيوا. ودي بعض الكومنتس اللي جات لي، فانت لو مش متابعني هناك فايتك كتير، ما تنساش تعمل لي فولو هناك. ممبر في ايسك حلوان باعت ريكورد 4 دقايق بيحكي فيها تجربته وملخصها ان هي ما كانتش مرضيه قوي بالنسبه له، وان هو كان منتظر اكتر من كده. تيم ليدر كانت موجوده في ايسك المنصوره بتقول ايسك فيها الجزء الحلو اللي هو الكونكشنز، والباقي مش احسن حاجه. من اول الفيجن مش مقتنع بيها بصراحه، فانا مشيت بعد الناشونال كونفرنس، والضغط بتاعهم مش بيعلم حاجه. ليدر في ايسك حلوان زمان بتقول I believe that ISIC can change the person but the difference between the local committees. The thing that I need to mention that ISIC حلوان cannot change the person towards any good skills or experience. They are people in wrong positions, not know what they need, not know how to develop a person. Always talk about numericals like Hickton. You can join ISIC in any university, any country, but not ISIC in حلوان. اوكي. ليدر كانت موجوده وزميلتي اللي مشيت من ايسك ان حلوان بتقول بعد ما مشيت من ايسك بدات افكر هل هي فعلا منظمه بتدي الناس تجربه ولا بتحصل حاجات تانية. في الاول وانت جديد بتحب المكان وبتقتنع بالفيجن وبتصدقها، لكن مع مرور الوقت لما بتعلى وتفهم السيستم اكتر بتحس ان التركيز الاكبر بيكون على الوصول للجول مش على المجهود او المحاولات. ده على فكره بيتسال في السلكشنز اللي هي الانترفيو اللي انا بقول لكم عليها. كتير بيتقال لك ان المهم توصل للنتيجه، بس تحاول وتتعلم وتاخد اكسبيرينس. التجربه علمتني كتير، بس كمان فتحت عيني على حاجات ما كنتش شايفاها في الاول. طيب نكتفي لحد كده من الفيدباك. فانا مقدر بجد اي حد بعت لي، وشكرا جدا لاي حد بعت لي، بس انا بعتذر ان انا مش هعرض كل اللي بعتوا لي لان في ناس كتير قوي بعتت لي عشان وقت الفيديو. طيب هل انصح حد يخش ايسك؟ ده مش سؤال بصراحه ينفع اجاوبك عليه. ايسك مش مكان كله سلبي، في ناس استفادت وتعلمت وفتحت على نفسها ابواب كتير. ايسك اكسبيرينس او تجربه، بس هي مش بتناسب اي حد. في ناس بتحب الاجواء وبتعرف تكمل، وناس بتدخل بايد التعلم وتخرج وهي مش عارفه اي حاجه، مش فاهمه ايه اللي حصل او استفادت ايه. التجربه هناك محتاجه نوع معين من الناس، واللي بيعرف يحافظ على نفسه وسط الزحمه، واللي بيشتغل من غير ما يضيع، واللي يفهم ان كل ليدرشيب مش معناه ان هو قائد حقيقي. فلو شايف ان انت شخص مناسب جرب، لكن لو بتحب الوضوح والبيئه الصحيه والتقدير قبل الانجاز ممكن يكون في تجارب تانية انسب ليك. وممكن تقدم على شغل نشاط طلابي ايه وبتاع ايه، عايزين نعمل فلوس يا عم. وفي الاخر انا مشيت وسبت المكان وقدمت معلومات كافيه عنه تخليك عارف قرارك انت حابب ايه. مش كل منظمه ليها اسم تبقى مكان امن وما فيهوش مشاكل، كل مكان ليه مميزاته وليه عيوبه. كان معاكم زين، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.